لو عايزين تعملوه مقرمش من برّه وطري وحلو خالص من جوّه. وصفة النهارده سهلة وبسيطة. القرنبيط لو عايزين تعملوه بطريقتي تابعوني في الفيديو لآخر الفيديو، اعملوا شير ولايك واشتركوا في القناة. هنجيب قرنبيطاية كده حلوة ووسط كده، حابة تجيبيها كبيرة، حابة تجيبيها صغيرة، بس أنا اللي مستخدماها في الفيديو أو في الوصفة دي هي حجمها متوسط كده، متوسطة في الحجم. هنبدأ بقى نخليها كده بسكينة رفيعة كبيرة زي ما تحبي، وتبدأي تعمليها كده تفصصيها كده لكل زهرة لوحدها. حابة تصغري المقاس براحتك، حابة تعمليه زي ما انا بعمله برضو براحتك. هتبدأي تقطعيه كده وتخليه، وهتبدأي بقى تحطي احنا كده خليناه. هنبدأ بقى نشطفه او نشطفه شطفة كويسة كده تحت المية، نغسله حلو وننزل منه اللي فيه. لو في اي حاجة يعني من مكان ماسك الايد وكده وانت بتجيبيه. هنا قطعناه وزي ما انتم شايفين في الفيديو. وبعد كده غلينا مية، بنحط في مية في حل يعني حلة فيها مية على النار، ونبدأ نحط فيها معلقة كمون. تقدري تحطي فيها شوية من اللبن برضو، بيعمل لون بتخلي لون القرنبيط فاتح وابيض من جوه. او تكتفي بالكمون برضو، انا حطيت كمون وبعد كده حطيته في الحله. بياخد مثلا من 3 ل 4 دقايق او 5 بالكتير، ما تزوديش عن كده عشان خاطر ما يتهريش. وبعد كده تحطيه في ميه ساقعه او ميه لو موجوده عندك ميه عاديه برضو، عشان هو لما بتسيبيه قبل ما تحطيه في الميه بيكمل سوا، واحنا عايزينه عشان ما يتهريش فبنحطه في ميه بارده وكده بس. بعد كده بنطلعه من المية وبنسيبه يبرد عما نعمل الخلطة. الخلطة بتاعتنا بقى بيضتين او 2 بيضة، وبنضربهم مع بعض. وبعد كده بنحط كوباية لبن زي ما انتوا شايفين. بعد كده بقى بنبدأ نحط الدقيق بقى حسب ما يكون السمك معاكي تقيل او خفيف. بيكون السمك وسط كده، لا هو تقيل ولا هو خفيف. هنبدأ نحط 4 معالق دقيق. هنحط يعني ايه ساعة ما بنحس بنقوم نزود يعني. هنحط بيضتين، كوباية لبن، 4 معالق دقيق او نص كوباية دقيق حسب ما بنعوز. وبعد كده شوية نص معلقة من البيكنج باودر ومعلقة من النشا. حابة تزودي او تضاعفي الكمية، ده اللي انا استخدمته. وبعد كده بنقلبهم مع بعض كويس خالص، ندمجهم مع بعض. وبعد كده بتبهري بقى، تحطي شوية بهارات بقى اللي عندك بقى، شوية ملح، شوية فلفل، شوية كمون، شوية بابريكا وبرضو او شطة. طبعا ما تحبي. انا هنا حطيت ملح، كزبرة، كمون، بابريكا. حابة تستبدلي البابريكا بشطة براحتك، حابة تحطي الاتنين برضو براحتك. هنا انا حطيت المكونات دي بس. بعد كده بنقطع خضرة، شبت على كزبرة او شبت وكزبرة او شبت بس، او كل واحد على حدة عادي. انا هنا استخدمت الاتنين مع بعض. انا زودت هنا شوية ملح، نص معلقة ملح او برضو حسب ما بتحبي. وهنا ضفت الخضرة شبت مع كزبرة. بس كده الخليط بقى كويس خالص. وعلى فكرة بنضيف نص معلقة كركم كبيرة او معلقة كركم صغيرة. بس انا هضيفها بعد شوية لان انا نسيت اضيفها في المرحلة دي. هنبدأ بقى نحط اللي هي الخلطة الجافة، اللي هي عبارة عن دقيق، نشا، بيكنج باودر، شوية ملح وشوية بابريكا وشوية كركم. الكركم دي لتعزيز اللون بس، مش اكتر ولا اقل. هنا هنبدأ نحط الدقيق برضو بتضاعفوا الكمية، بس انا في المرحلة دي محطتش كتير. حطيت زي ما انتوا شايفين كده بالظبط، لان انا بعمل كمية تانية عشان لما بحط فيها القرنبيط بتبدأ تعمل كور وكده. فانا بحب احط شويه بشويه. حطيت الدقيق وبعدين النشا، بعدين البيكنج باودر وشويه ملح وشويه كركم، يعني معلقه صغيره من الكركم لتعزيز اللون بس، بتدي لون حلو خالص اللي هو الاصفر الذهبي ده، بتكون حلو خالص. وشويه بابريكا وشويه ملح. بس بنقلبهم في بعض وبنحط كده الخليطين، الخليط الاولاني والخليط التاني جنب بعض. هنا زودنا دقيق برضو، قلبناه وهنحطه على جنب. هنا كده الخليطين، الخليط السائل او السايب والخليط الجاف. وهنا معلقه الكركم اللي انا قلت لكم عليها، اللي انا كنت نسيت احطها، انا حطيتها هنا في الطبق هنا. بس هنجيب القرنبيط بعد ما حطيناه في ميه بارده وبرد معانا. هنبدا بقى نحطه في الخليط السائل.
هنقلبه، وبعد كده بنحطه في الخليط اللي هي الدقيق والنشا والبيكنج باودر. وعلى فكرة لو عايزين تزودوا في الخليط الجاف ده بهارات تاني، يعني بهارات تانية او كده عادي، بس انا حبيت اكتفي عشان حاطه بهارات كتير في الطبق الاولاني. وبرده ممكن تزودوا معلقه توم مفروم، انا زودتها على فكره في الخليط السايب. هنا بقى هنبدا بقى نقلب بالراحه كده، ويطلع معانا نقلبه في الخليط الجاف، وبعد كده نحطه في طبق. وهنبدا بقى نحطه بقى في نكون احنا في الوقت ده مسخنين زيت او كده، زيت سخن معانا. القرنبيط ده ما شاء الله اكله سهله وسريعه ومش مكلفه، وما بتاخدش معاكي كله بالسلق بتاعه كله، يعني نص ساعة، وتغيير في الطعام وتغيير في الاكل بس. هنا قلبناه، بنقلب في الدقيقة اهو، انا عملت معاكم 2 او 3. هنبدأ بقى نحطه في الزيت، انا زي ما انتوا شايفين في الفيديو. بس هنبدأ بقى نحطه، نكون احنا في الوقت ده مشغلين على الزيت على النار بيسخن بس. مفيش اسهل من كده. تقدروا تاكلوه مع عيش، تقدروا تاكلوه مع رز، اي حاجه زي ما تحبوا. هنا حطيناه في الزيت، هيبدا بقى الزيت هو الزيت بيبقى يكون سخن افضل عشان خاطر يجي معاكي بسرعه ويقرمش برضو من بره، لان هو مستوي، القرنبيط مستوي فمش محتاج الا تحمير بس. بس هنا ما شاء الله جميل خالص. هنبدا بقى نقلبه في الزيت، هو بيطلع معاكي مقرمش من بره وطري من جوه. ما شاء الله، وصفة سهلة وبسيطة وما فيهاش اي حاجة. اتمنى تجربوها، الوصفة هتعجبكم، واكلة ما بتجيش الا مرة او مرتين يعني في السنة، الواحد بيكون مشتاق ليها ومشتاق يعملها. وعلى فكرة فيها قيم غذائية عالية جدا، وبيكون والأكلة دي بنعملها لما تكونوا زهقتوا مثلا من اللحوم، من الفراخ، من المكرونات. الحاجات دي بتكون تغيير في الطعام وتغيير في الأكل، وبتكون حلوة برضو بسيطة، بتكون على سفرتك جميلة جدا. تعملي معاها جنبها شوية سلطة، شوية رز، أو تقدري، في ناس تقدر تاكلها بعيش عادي خالص، أنا بحبها بالعيش بتكون جميلة وبسيطة خالص. هنا طلعناها. انا هنا هوريكم صوت القرمشه في الفيديو، بتضغطي عليها كده ما شاء الله بتكون جميله، مقرمشه من بره وطريه من جوه، وطعمها حلو. اتمنى تجربوا الوصفه، لو عجبتكم اعملوا لايك وشير واشتركوا في القناه. شكرا.